تعالى كده نحسب درجاتنا اللي احنا ممكن ننقصها. تخيل تنقص لك درجة في العربي عشان التعبير، وقول يا عم نص انجليزي عشان الباراجراف، وهنقفل فيزياء ان شاء الله كنت حالل كويس، وهنقفل رياضة برضو بحبها وكنت حالل كويس، وقول هننقص 2 كيمياء عشان انا كنت ملبخ شوية بصراحة. يعني انت كده ممكن تنقص لك حوالي 3.5، فتجيب توتال 99%. تطلع بقى الاول على الجمهورية، ومنى الشاذلي تستضيفك والجمهور يقعد يسقف. ياه احمد، النتيجة طلعت بجد؟ جبت كام؟ 70%. بتقولي كام؟ بقولك 70%. طب الحق اشوف المكان بقى انا بات فين. السلام عليكم. طبعا كلنا عملنا الحركه دي قبل كده، قعدنا نحسب هننقص كام، قلنا هننقص 5 عربي، وبعدين تيجي تقول لا كفايه 4 بس. بس بجد هي عمرها ما كانت بحساباتك، ومش معنى كده ان هي دايما هتكون اكتر، لا ممكن تكون اقل عادي جدا. غالبا الحسبه بتاعتك ما بتطلعش بالظبط، فما تحسبلهاش، سيبها ماشيه ببركتها كده. طب دلوقتي تعمل ايه بعد ما خلصت ثانويه عامه؟ اول حاجه احب اقول لك كفاره، يبقى لك سنه كامله جوه الكابوس ما بيخلصش، اديك خلصت منه، فالف مبروك هندسه. بس برضه دلوقتي تعمل ايه بعد ما خدت الاجازه؟ بص، عايزك تستمتع، اعمل اي حاجه حاسس انك كنت محروم منها، العب بلاي ستيشن، اخرج، اتفسح، قابل ناس بقالك زمان ما شفتهاش، ظبط صله الرحم اللي فاتها ماتت دي. المهم تخرج من مود المذاكره اللي كنت فيه، وما عرفتش تدخل اوضتك اللي كنت بتذاكر فيها، احرقها لو تعرف. بس اكيد انا مش جاي اعمل فيديو عشان اقولك تنبسط، ده حاجه بديهيه يعني. انا جاي اتكلم معاك في شويه نقط. اول حاجه بالنسبه للكليه وكده، ففي نوعين من الطلبه. في النوع الشاطر اللي هو عارف هو رايح فين، هو مجهز كليته وعارف ان هي لو بتاخد مثلا من 85%، فهو ان شاء الله مش هيقل عن 95%، فالنوع ده هو عارف هو رايح فين. في بقى النوع التاني اللي هو مش عارف هو هيجيب في رينج كام، ولا هو عايز يدخل كليه ايه. فبص معايا بقى تعمل ايه. انت تقرا شويه عن الكليات وفكك من كم موقع والهبل ده. شوف ايه الكليه اللي انت هتحب موادها وهتحب دراستها وهتحب شغلانها، عشان دي هتكون شغلانتك في المستقبل. وطبعا لازم تكون مطلوبه، يعني ما تخشش كليه انت حاببها بس ما تشتغلش بيها، عشان انت هتقرا الكليه على قد ما حبيتها. طب بعد ما قرأت عن الكليات خلاص، هترتبهم من الأعلى للأقل في التنسيق. يعني مثلا لو أنت علمي علوم وخلاص جاي تعمل لستة الكليات، فأعلى حاجة عندك في التنسيق طب بشري. هل فعلا أنا بحب طب؟ ممكن فعلا أنا بحب طب وعايز أدخلها من جوايا، مش عشان هي كلية قمة وكده، فتبقى أول كلية معانا طب. بعدها إيه؟ طب أسنان؟ بصراحة لأ، مش مستلطفها. حلو. طب بعدها صيدلة؟ ممكن، حلوة، وأنا بحب أصلا الكيمياء وشغل الأدوية وكده. جميل. طب بعدها علاج طبيعي؟ لما جيت قرأت عنها لأ، ما حبيتش دراستها، طب خلاص فكك منها. طب حسابات ومعلومات؟ لا بصراحة ماليش في شغل السوفت وير والكمبيوتر وكده. طب تمريض؟ حلوة وليها مستقبل. طب علوم؟ شغالة برضو. طب لو ما توفقتش خالص في دول، خلاص هدخل تربية رياضية، أنا أصلا كنت بحب الرياضة وعجباني الشغل بتاعها. أنت كده عملت ليست بكل الكليات اللي تقدر تدخلها، فلما كان مجموعك إن شاء الله هيدخلك كلية من دول. طب مش معنى ان مجموعك جاب كليه معينه انت لازم تدخلها، ممكن تكون في كليات اقل من مجموعك وتكون احسن ليك، فلازم تفكر بالتفكير ده. طب لو انت مثلا شايف كليه حلمك من زمان، هندسه مثلا، ونفسك فيها جدا ومتوفقتش، ساعتها انت لازم تتاقلم في المكان اللي ربنا اختاره لك بجد، اللي هي اكيد هتكون الخير ليك لو انت اجتهدت بجد. انما ما تبقاش ما فتحتش كتاب وتقول لي طب وقفت على 40%، واكيد الخير ليا نسقط. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. طب دلوقتي احنا اتكلمنا عن ازاي تختار كليتك، هنتكلم بقى دلوقتي عن كورس القدرات. بس الاول انت لازم تعرف حاجه، في كليات زي فنون تطبيقيه وفنون جميله وتربيه رياضيه بتحتاج انك تمتحن لها امتحان قبل ما تدخلها. الامتحان ده اسمه امتحان القدرات، فلازم انك تتدرب عليها وتمتحن الامتحان قبل النتيجه ما تطلع. هتقولي لي طب بدري قوي كده؟ هقول لك هم قالوا كده. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. طب تدخل احتياطي ولا في كده؟ بص، هو في 3 انواع من الطلبه. في نوع مش بيحب الرسم نهائي، وفي النوع بالنسبه له الرسم عادي، لا بيحبه ولا بيكرهه، وفي النوع اللي هو عارف انه ناوي على الكليه ديت. فلو انت من النوع الاول اللي مش بيحب الرسم نهائي زي حالاتي كده، فاكيد ما تدخلش الامتحان ده، عشان حتى لو انت نجحت ودخلت الكليه ديت فانت مش هتقدر انك تفضل ترسم باقي حياتك. طب لو انت من النوع التاني اللي هو الرسم بالنسبه له عادي، مش بيحبه ومش بيكرهه، ما تضيعش الفرصه دي من ايدك، وروح وقدم على الامتحان وانجح فيه، عشان ممكن تكون دي الكليه اللي انت تدخلها ان شاء الله. ولو انت من النوع التالت، فاكيد انت مش محتاج اقول لك تعمل ايه. عايز اقول لك على حاجه بجد، مفيش كليه اسمها كليه قمه كليه قاع، الموضوع ما فيه هو عرض وطلب. يعني مثلا لو في 50,000 طالب عايز كليه طب وهي ما بتقبلش ال10,000 طالب، فبديهي هي هتاخد اول 10,000، فعشان كده التنسيق بيعلى.
ولو ترشحت لكلية الهندسة فاعرف ان دي دعوة الحاجة ليك. فتابع البلاي ليست اللي هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، ولو احتجت اي حاجة ابعتلي وان شاء الله تستفاد. سلام.